السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مين فينا ولاده ما بيحبوش الفراخ المقرمشه؟ يلا بينا هنعملها مع بعض في البيت. انا مش هقول لكم كنتاكي عشان حرفيا عجبت ولادي احسن منها، يعني بشهادتهم هم بصراحه. عايزه اقول لكم مستويه جدا، تتبيله تحفه وطعمها خطير. بصوا بقى اللي نقلها نقله تانية بصراحه، الصوص بتاع الريزو. هنعمل النهارده الرز مع بعض بطريقه تحفه وجميله جدا. هنعمل شويه بطاطس كده ويدجز في الفرن. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا عملناها ازاي. هي سخنة جدا، ما كنتش عارفة افتحها، بس بصوا كده انا حبيت افتحها لحد اخر نقطة. بصوا العظمة ولا حمرة ولا اي حاجة، اللحمة بتاعت الفراخ بيضة وزي الفل. بصوا هنا من جوه خطيرة. يلا بينا نشوف عملنا وصفتنا الجميلة دي ازاي. لو لسه اول مرة بتشوفوني متنسوش بقى لايك للفيديو واشتركوا في القناة علشان يوصلكم فيديوهاتنا الجديدة، وقولوا لنا عايزين فيديوهات جاية عن ايه. اول حاجه هعمل الصوص اللي هتبل فيه الفراخ بتاعتنا. آه، مش لازم تجيبوا دبابيس، ممكن تجيبي فرخه كامله وتقطعيها، ولكن هتعملوا زي ما انا بعمل كده بالسكينه، تغرزوها كده او تخرموها علشان التتبيله توصل لكل نقطه فيها، وفي نفس الوقت لما تيجي تحمريها تستوي معاكي بسهوله، وكمان ما يكونش العظمه بتاعتها مش مستويه كده ولونها احمر وطبعا بتضايق. مبدئيا كده انا هعمل من غير بيض نهائي، فاللي انا بعمله دلوقتي ده يعتبر تتبيل بديل للبيض. كل حاجة عملنا ايه، جبت معلقتين كبار من الدقيق، معلقة ونص من النشا، ونزلت عليها برشة من الملح، فلفل اسود، البابريكا، وكمان الكركم، واديتها كده فصين من القرنفل. بعد كده قلبتهم كويس قوي وسبتهم منقوعة، والله ليلة كاملة مفيش مشكلة، ساعة ساعتين برضو مش هيقول لا. انا عن نفسي سبتها كده في التلاجة شوية لحد ما خلصت الرز، سبته على نار يستوي وخرجتها ورجعت كملت شغل فيها تاني. بعد كده عملنا الخلطة بتاعة الرز. عايزة اقول لكم الجزرة جوه الرز تقلتها نقلة تانية وخلت الطعم تحفة. جبت بصلاية صغيرة وبعدين جبت جزراية مبشورة، وشوحت الاتنين مع بعض زي ما انتم شايفين المنظر بيتكلم عن نفسه، واديتهم كده رشة من الكركم، وبعدين نزلت بالرز بتاعي. مش لازم تعملي رز بسمتي، عادي جدا ممكن تعملي الرز المصري كمان هيكون جميل جدا وتحفة ومش هيفرق كتير. بعد كده اديتها المية بتاعتها واديتها ظبطت الملح وسبتها على النار لحد لما يتشرب معانا. كده خلاص الفراخ بتاعتنا خرجتها. هبدأ ان انا اجهز معايا الخلطة اللي انا هعمل فيها. مش بقسماط ولا اي حاجة، انا جبت دقيق عليه نشا، وكمان نفس التوابل اللي انا حطيتها في الاول، اللي هو عبارة عن ملح، فلفل اسود، بابريكا، وكركم، ورشة من الفلفل الاسود. زي ما انتم شايفين بخرجها بس كده من التتبيلة بتاعتنا، وهبدأ ان انا احطها في الدقيق واضغط عليها علشان تديني شكل القشور اللي انتوا عارفينها بتاعة كنتاكي والفراخ المقرمشة. بصوا بضغط عليها كده بايدي، بضغطها ضغط. بصوا الحرافيش او القشور بتاعه الشكل تحفه جدا. عايزه اقول لكم بجد كانت جميله. بعد كده انتي ممكن تعمليها مرتين، انا بصراحه عملتها مره واحده، بس انا بقولك اعمليها مرتين. لو انتوا من عشاق الكراست اللي بره ده، فانتي ارجعي حطيها تاني في التتبيله الرو الاولانيه، وبعدين ارجعي حطيها تاني في تتبيله الدقيق بالنشا بالتوابل. بعد كده حطيتها في زيت متوسط، هو سخن. بصوا هيبدأ ان هو يسخن ويعمل على طول، بس الزيت مش بارد نهائيا. انزلي فيها عليه يعني في زيت سخن جدا، تاخد كده القفلة من بره، وبعد كده هتهدي الزيت خالص وتغطي عليها كمان. يعني انا جيت في النص كده وغطيت عليها شوية وهي بتشغلة في الزيت والزيت سخن عليها. زي ما انتم شايفين كده بدأت تاخد سوا وبدأت تاخد لون خفيف جدا. بالنسبة لي مجرد ما انا غطيت عليها مش هتاخد منك اللون اللي هو الحروقة من بره ولسه ما استوتش من جوه. هنا درجة الحرارة متوسطة، انا مش معلية درجة الحرارة نهائيا. تمام كده. طبعا قرن الفلفل ده بتاع الاستاذ يوسف، بيحب يجود وياكل الفلفل المقلي في كل حاجه. بعد كده هنعمل مع بعض الخلطه بتاعه البطاطس الويدجز. جبت ملح، رشه من السكر، فلفل اسود، وبابريكا. لو انتوا حابينها حراقه بتضيفي شطه، لو انتي بتحبي طعم الزعتر ضيفي زعتر. بصراحه ولادي ما بيحبوش طعم الزعتر غير في البيت ذاته بس. فانا هنا ما ضفتش زعتر، بس عايزه اقول لكم بيدي نكهه تحفه. بعد كده زي ما انتم شايفين كل اللي انا عملته قلبتهم كويس قوي مع بعض، وحطيتها في القلايه الهوائيه في ثواني كده مع نفسها، او بتحمريها في طاسه كده، تفرديها في صينيه وتدخليها الفرن.
بعد كده تعالوا للسر الخطير اللي بيدي الطعم والنكهة الجميلة، الصوص وجمال. مبدئيا كده ما كانش عندي كاتشب، جبت صلصة جاهزة وحطيت عليها ملح وسكر. ملح وسكر. طب لو ما عنديش السكر ده انا ضفته بديل، علشان انا لا ضفت كاتشب ولا ضفت صويا صوص ولا كمان ضفت عسل. يعني عايزه اقول لكم بجد الصوص طعمه خطير بالرغم من ان في حاجات كتير ناقصاه. انا ضفت هنا معلقتين كبار من الصلصه الجاهزه، وكمان عليهم ملح وسكر، وضفت عليهم كمان معلقه كبيره من الخل، وبدات ان انا اقلبهم كويس قوي مع بعض. وهنحطهم على البوتاجاز لحد لما يبدا يشكشك كده ثواني بالظبط، وبيكون جاهز معانا. لو حابين تضيفي معلقه صغيره كده من الزيت كمان مفيش اي مشكله. تمام. بعد كده لما بيبدا يتقل معانا بضيف له حاجه بسيطه كده من الميه، لان انا عايزه الصوص يكون تقيل. تمام كده. زي ما انتم شايفين بقلبهم كويس قوي مع بعض. طبعا الصوص الاساسي بضيف فيه صويا صوص وعسل نحل، طبعا انا ما كانش عندي، ولكن عايزه اقول لكم الطعم كان تحفه. بصوا بقى الرز مفلفل وقمر وجميل ازاي. عايزه اقول لكم طعم الجزر فيه بجد تحفه جدا. الرز ولا لزق ولا اي حاجه، حاجه كده تحفه وجميله. شايفين الفراخ بتاعتنا والقرمشه والحرفشه بجد جميله جدا، والصوص حاجه كده تحفه. اتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم، وكمان اتمنى ان انتوا تجربوها علشان بجد هتلاقوها تحفه جدا وعجبت الولاد. الصوص بقى هو اللي حاجه كده وهميه، والفراخ جميله رهيبه. مش تشكيرا في نفسي، بس عايزه اقول لكم هي حاجات بسيطه. يعني عملنا ايه؟ شويه دقيق، شويه توابل بسيطه برضو، مش حاجات خزعبليه مش موجوده في البيت، لا. كلنا عندنا فلفل اسود، كلنا عندنا البابريكا اللي هو الفلفل الاحمر البارد. اتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم، واتمنى تجربوها. اشوفكم فيديو جديد، منتظره كومنتاتكم وارائكم، ومع السلامه.